مهندسين العربيات اخترعوا طريقة يزودوا بيها سرعة العربية عن طريق الهواء، إنهم يستخدموا التربو. لو لسه ما شفتش الحلقة هتلاقيها في الآي اللي فوق. فجأة لبسوا في أكبر عامل بيقلل سرعة العربية وبيخلي العربية تستهلك بنزين أكتر، يعني كل اللي عملوه من تربو تكنولوجي يروحوا يشربوا بيه ميته. طيب يحلوا ده إزاي؟ عن طريق السبويلر والإيروديناميك بتاع العربية. إيه السبويلر ده؟ وإيه الإيروديناميك بتاع العربية؟ ودول ايه لازمتهم؟ وهل ليهم فايدة ولا ضرر على العربية؟ فقبل ما نبدأ جهز قهوتك او مشروبك المفضل ويلا بينا. بس يا مهدي، بس ما تبدأش الحلقة، ملوش لزوم. السبويلر بنزل عند التوفيقية عند أول فرشة بلاقيها بيبقوا معلقين سبويلر وإيروديناميك وحاجات آخر دلع. خلاص اقفل الكاميرا وروح اتغدى، ملهاش لازمة. استنى ما تقفلش حاجة، أنا مش هقولك السبويلر ده مفيد ولا ملوش لازمة. اتفرج على الحلقة وخليك لحد الآخر وقرر بنفسك هل هو مفيد ولا بترمي فلوسك في الأرض. دلوقتي أكبر مشكلة بتواجه مهندسين العربيات إنهم يزودوا سرعة العربية ويوصلوها للماكسيمم سبيد هو الاير ريزيستنس، مقاومه الهواء. كل ما بتمشي بسرعه الهواء بيدفعك لورا عشان يبطئ من سرعتك. بس ماشي، فير انف على فكره، كل ما بزود السرعه تدريجيا مقاومه الهواء بتزيد تدريجيا. ايه المشكله يعني؟ المشكله هنا للاسف كل ما السرعه بتزيد المقاومه بتزيد اضعاف الاضعاف. يعني لو ماشي على سرعه 50 كيلومتر في الساعه وبعدين زودت سرعتك للضعف وهو 100 كيلومتر في الساعه، مقاومه الهواء هتزيد 4 اضعاف مش الضعف بس. ده هينتج عنه استهلاك كبير جدا للبنزين، يعني كل اللي انت وفرته واخترعت عشانه التربو هيروح على الفاضي. الخبر كويس المهندسين لقوا حل، بس قبل ما اقول لك ايه هو الحل ده لازم تعرف مقاومة الهواء بتعتمد على ايه، يعني ايه العوامل اللي لما بتتغير نقدر نغير في مقاومة الهواء. اول حاجة السرعة باور 2 يعني أس 2، تاني حاجة عامل المقاومة، واخر حاجة مساحة وش العربية. عامل المقاومة ده ثابت بس بيختلف من كل عربية للتانية. ايه ده؟ ثانية واحدة، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ازاي ثابت وازاي بيختلف؟ لا وضح بشكل احسن. انا هقولك، عامل المقاومة ده ثابت لكل شكل عربية، يعني كل عربيات الشيفورليه كروز عامل المقاومة بتاعها ثابت، هنا زي اوروبا زي سيبيريا زي كوالالمبور، بس بيختلف من عربية للتانية زي الانترا او السيراتو. فكل عربية ليها ثابت المقاومة بتاعها اللي بيعتمد على تصميم العربية، وكل ما ثابت المقاومة ده قل كل ما المقاومة هتقل. عشان كده عربية زي المرسيدس اي كيو اكس المقاومة بتاعت الهواء ليها قليلة جدا بسبب الانسيابية بتاعت العربية. فنقدر نشوف هنا ان ثابت المقاومة بتاعها 0.17، ومن اعلى العربيات اللي بتواجه مقاومة هواء عالية هي الكيا سول بسبب ان ثابت المقاومة بتاعها 0.35. وطبعا شايفين الفرق الواضح في الانسيابية بتاعت الديزاين. هنا في الكيا سول الهواء بيقول دعاء السفر وهو بيعدي من فوقيها. دلوقتي العربية ماشية في اتجاه مستقيم فبيأثر عليها الهواء في اتجاه معاكس. بس كده؟ لا غلط، في عامل مقاومة للهواء بيتطبق على العربية من تحت، وده بيخلي شكل العربية تتنطط على السرعات العالية. مقاومة الهواء اللي في وش العربية هنحلها بالايروديناميك بتاعة العربية. ازاي؟ يعني هنخلي شكل العربية انسيابي بحيث نقلل ثابت المقاومة والمساحة الأمامية للعربية. طيب المقاومة اللي بتتم من تحت وترفع العربية لفوق، والله دي هنحلها بالسبويلر، حته الحديده اللي بتكون على شنطه العربيه. السبويلر بيثبت العربيه بسبب شكله، شكل السبويلر انسيابي، فلما الهواء بيعدي من عليه الهواء بيتقسم نصين، نص بيعدي من فوق والنص التاني بيعدي من تحت. قبل ما اقول لك مصير الهواء اللي بيعدي من فوق وتحت السبويلر خليني اقول لك قاعده فيزيائيه بسيطه جدا، وهو ان كل ما الهواء سرعته بتزيد ضغط الهواء بيقل، وكل ما الهواء سرعته بتقل الضغط بتاعه بيزيد. من الاخر علاقه عكسيه، كل ما حاجه منهم بتزيد التانيه بتقل. نرجع للسبويلر والهواء اللي معدي من فوق وتحت. انت دلوقتي محتاج الهواء اللي بيعدي من تحت السبويلر يمشي بسرعه اعلى. طيب هتعمل كده ازاي؟ تخيل لو جيت قلت لك هتجري 100 متر دول في 5 دقايق، وبعدها جيت قلت لك هتجري ال 200 متر دول بس في 5 دقايق برضه. للعلم انت سرعتك تقدر تجريهم في اي وقت ما عندكش مشكله. ايه الحل دلوقتي؟ بالظبط هتزود سرعتك عشان توصل في ال5 دقايق. ده اللي حصل للسبويلر بالظبط، من تحت بيكون اطول من اللي فوق، عشان كده الهواء اللي بيعدي من تحت السبويلر
بيمشي بسرعة عالية، يعني الضغط بتاعه قليل، والهواء اللي معدي من فوق السبويلر سرعته قليلة فالضغط بتاعه عالي، فيقوم ضاغط على العربية لتحت، وده بيؤدي لزيادة ثبات العربية على الطرق السريعة. السبويلر بيكون بديزاين مخصوص لكل عربية وبشكل دقيق عشان يزود ثبات العربية، مش معمول بشكل عشوائي. لازم ديزاين السبويلر يحقق المعادلة بتاعة سرعة الهواء وضغط الهواء، لازم يخلي ضغط الهواء اللي بيعدي من فوقيه أعلى من ضغط الهواء اللي بيعدي من تحت. غير كده هو عبارة عن حتة حديدة محطوطة لا بتفيد ولا بتضر، وطالما الحاجة مش بتفيد وبتدفع فيها فلوس كتير يبقى ده ضرر. ده كان كل حاجة محتاج تعرفها عن السبويلر والايرودايناميك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وانزل قولي رأيك تحت في الكومنتات. سلام.